اكيد دلوقتي كلنا عرفنا ليه الزمالك بيحب التحكيم المصري. ضربة جزاء فضيحة لحرس الحدود على الزمالك في الدقيقة 87 كان هيتعادل بيها. ضربة جزاء فضيحة اقل ما يقال عنها انها فضيحة. الحكم محمد معروف الكرة قدامه، حتى بتاع الفيديو ما نداش عليه يتفرج على الكوره. ضربة جزاء فضيحة وتعمد من محمد معروف اللي هو ما يحسبهاش ضربة جزاء عشان حارس الحدود يتعادل بيها. حتى الجون الثاني فاول على حساب عبد المجيد، تترد بانفراد لناصر ماهر يحط الجون الثاني. فاول صريح على حساب عبد المجيد. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ على رأي الدرديري قبل كده لما كان بيقول احنا واخدين حقنا تالت ومتلت بس بنعمل نفسنا مظلومين عشان ناخد حق اكتر من حقنا. ولا انتوا بتراضي الزمالك عشان طلع بفضيحة من الكونفدرالية؟ ضربة جزاء فضيحة لحرس الحدود على الزمالك قدام محمد معروف ما بيحسبهاش. الجون الثاني فاول على حسام عبد المجيد، تترد بانفراد للزمالك يحطها ناصر منسي. الجون الثاني فضيحة. التحكيم المصري بيقدم فضايح للزمالك.